تعرفوا شو رح اسوي اكل اليوم؟ خليكم معي. اول شغله بعد بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم اكلتنا كثير مميزه، جبت 400 جرام صدور دجاج، هدول صدور الدجاج حقطعهم شرحهم هيك بالطريقه، اذا في فتايل يا عيني يا عيني. وهلا يا حبايب بنبلش نبرشهم برش ناعم على السكين بهي الطريقه. شوف لي التقطيعه كيف عم تطلع، يا عيني قرب لعندي، قرب قرب يا روحي، بسم الله ما شاء الله. قد ما حسنت بتنعمها. وهلا يا حبايب بعد ما قطعناهم بنجيب صينيه بنفرهم بالصينيه. شوفوا لي القطعه ما احلاها، كلها هيدا القطعه ما عم منا تبرشها برش ناعم. وهلا يا حبايب بعد ما حطيناها بصينيه بنشر عليهم تقريبا فنجان قهوه زيت، بنحركهم شوي بالزيت، ليش؟ حتى ما يلزقوا ببعضهم اثناء الشوي. طبعا الاكله لها تقويلها، ونرش عليهم بهاراتنا. اول شغله واهم شغله رشه الملح ورشه الفلفل الابيض، وعندك رشه زنجبيل ناعم، وبنحركهم مع بعض بمدهم هيك. طبعا اذا انت ما عندك فرن مثل عنا بتساويها فرن البيت مقلايه على الغاز لنكمل الحبوشات لبين ما يشتوا الدجاجات. وجبنا 600 جرام بصل ابيض بعد التقشير، حنفرمهم ناعمين بهي الطريقه مثل ما انتم شايفين. وهي البصلات بعد ما قطعناهم حطيناهم بالصينيه، ونزلنا عليهم بزيت الزيتون وبنسخة، بدهم شي كاسة شاي برياحة يعني. وبالنسبة للسماء هذا أهم عنصر، هو زيت الزيتون، هو اللي بجيب طعمة الأكلة. حنحط معلقة ونص، وملح بنحطه حسب الرغبة. بنقلبهم على بعض منيح، وبنفوتهم على الفرن على نار هادية، وبنرجع لكم. خلينا نشوف الدجاجات شو صار يا عيني، شو ودها بهاد. نجيب البصلات الكروك عجم. ها شايفين البصلات يا حبايب بعد ما دبلوا بننزل عليهم الدجاج. طبعا الدجاج اذا نزل ميته بتكبوها ما بتخلوها عليهم. شوفوا لي هالذهب هون، يا عيني يا عيني. وهلا شو بنساوي؟ بننزل عليهم شريط زيت زيتون ثانيه. هي الاكله روحها زيت الزيتون. جبنا خبزات الصاج حنقطعهم 4 شقف. حيقولوا لي اخي في ناس ما عندهم خبز صاج، تحسن تجيب رقائق الجلاج، او بتساوي عجينه على ايدك، او بتجيب خبزه التورتيلا بس حتطلع سميكه شوي. شايفين يا حبايب؟ قلبناهم على النص، حنقطعهم كمان رباع. حنبلش باللف. طريقة لفتها كتير سهلة، كأنك عم تلف ورقة عنب. وأهم شغلة برجع بلكم، إذا عم تحط لها لقيت زيت الزيتون قليل لا تبخل عليها. بنلفها هيك يمين بشمال، بنلفها مثل كأنه عم يلف ورق عنب، واديله يا باشا. شوفي الأصبع المسخن ما أحلاه. بالنسبة لكمية الحشوة بتحط الكمية اللي أنت بتناسبك. بتحب الكمية مليانة زود لها، بتحب الكمية قليلة قلل لها. يعني هذا موضوع الحشوة وكميتها اختياري. يعني شايفين عملت واحد تخين واحد وسط واحد رفيع، هذا أحلى واحد بيطلع. طبعا بدي أقول لكم على شغلة كثير مهمة، إنه لازم يكون الخبز الصاج تازة. ليش؟ حتى لما أنت عم تلف الخبزة هيك ما تشقق معك. إذا خبز بايت كلياتها بتشقق. وإذا ما عندك خبز صاج او الخبز هذا الصاج مو متاح عندك، بتحب تساويها بالعجينه العاديه، هذا موضوع كثير اختياري. بترق عجينه وبترقها وبتلفها عجينه نيه، بس لا تسمكها كثير، واسخى عليها بالزيت. بعد ما صفيناهم بالصينيه حنشر عليهم زيت الزيتون. والقرنه اللي ما بيجي عليها زيت زيتون شو بنساوي؟ ناخذها وبندهنها بالفرشايه حتى نشكلس الوضع مثل ما انتم هلا حتشكلسونا الفيديو تبعنا شوية لايكات واعجابات تبعكم هيك وتعليقات. حطنا رايكم بالاكله، وشوفوا لي هالذهب حيروح سباحه على الفرن. كملوا معنا الفيديو للاخير وشوفوا كيف الطعمه حتطلع.